7 أبناء دول بيتفقوا إن هم يقتلوا أبوهم عشان ورث 28 مليون جنيه، وبدون لحظة تردد بيقطعوا عنه المحلول اللي بيخليه عايش. بس الصدمة مش هنا، الصدمة في إن جثة أبوهم بتختفي خالص من الأوضة ومحدش بيلاقي لها أثر، رغم إن الأوضة 4 حيطان، مفيش شباك ينط منه، مفيش مكان يهرب فيه. جثة السيد نفيسة راحت فين؟ لو فاكر اسم المسلسل ده اكتبولي في الكومنتات قبل ما أقوله في آخر الحلقة، لأن أنا دلوقتي بكلمك عن مسلسل يا بختك والله لو لسه ما اتفرجتش عليه. والدراما المصرية لحد النهاردة ومش قادرة تعمل مسلسل زيه. المسلسل الأول ما اتعرض الناس كلها كان ليها تفسيرات كتيرة على اللي بيحصل فيه وعن رمزيات المسلسل، من أول التتر بتاعه لحد الحلقة 29 اللي كانت النهاية فيه صادمة لكل التوقعات اللي بنتها كل الحلقات اللي فاتت. وعايزة أقول لكم إن عقاب ال7 أبناء دول ما كانش في السجن، لا، عقابهم كان في الدنيا اشد مليون مره من السجن. شوف كومنتاتكم وشوف مين فيكم شاطر وعارف اسم المسلسل صح. لو عايزين يلخصه لكم ما تنسوش تعملوا لي فولو، بس انصحكم تتفرجوا عليه.